مساء الخير يا حبايبي. النهارده هنعمل باتيه للمدارس بقى وللشغل لأي حاجة، حتى للعشاء بالليل. عندنا 6 كوبايات دقيق، ودي نص كوباية مية دافية مش سخنة، يعني دافية خالص عشان ندوب فيها الخميرة والسكر. دول معلقتين خميرة، معلقتين سكر، نص كوباية لبن رايب أو زبادي اللي يعجبكم. ودي نص كوباية زيت. هنعمل ايه؟ هناخد الخميرة والسكر على المية الدافية عشان ننشطها. بس انا بحب احطها في مية دافية، انا متأكدة من خميرها، بس بتساعد على التخمير بسرعة، مش زي ما بتحطوها على الدقيق. جربوها حتى. حطينا هنا الخميرة والسكر، هحط عليهم الزبادي واللبن الرايب، بينشط كمان العجينة. هنحطها عليهم ونقلبهم ونركنهم على جنب. بصوا حبايبي، هي ما خمرتش قوي بس ريحة الخميرة بدأت تطلع. هنحطها بقى على الدقيق. انا حطيت على الدقيق بس ذرة ملح بس طلعت بره الفيديو. هنحط الخميرة اهي، وهنكمل اللبن الرايب. بصوا، عايزه اقول لكم بس على السريع كده ازاي نروب لبن في البيت. نجيب مثلا قيمه نص كيلو لبن حليب. بندفي برام اللي هو الفخار، ندفيه مش نسخنه قوي، ونحط فيه اللبن زي ما جبناه من المعمل او الفلاحين اذا كنتوا تعرفوهم، بس ما يكونش من اللي هو معبأ، لا، لبن حليب طازه. وتغطوه، وهو البرام الفخار او اذا كان اي كسرولة كويسه تقدر تتحط على النار، هندفيها ونحط فيها اللبن مش مغلي، ونغطيه ونسيبه يوم كامل في الفرن بارد، مش سخن ولا دافي، بارد، بحيث ان انا هحتفظ بس بال يعني مكان ما يكونش فيه هواء. هيصبح تاني يوم بدأ يتجمد. لو لقيتي فيه نقطة مية خفيفة هتغطيه وتحطيه آخر رف في التلاجة. يوم تاني هتلاقيه جامد زي اللي أنا اشتغلت بيه النهاردة، ولا أسهل من كده. تعجني يتاكل كله كويس. دلوقتي عشان ما نتوهش، احنا كان معانا كوباية مية برضو فترة حطيناها، يبقى كده احنا خدنا كوباية ونص لغاية دلوقتي. كده بقى ايه، هنشيل المعلقة ونشتغل بقى بجد. عجين ولا اسهل من كده، وبيطلع لنا كمية حلوة. دلوقتي كيلو بقى ب100 جنيه وفوق ال100 جنيه، مش عارفين ليه، بس يعني احنا نقدر نوفر ونعمل كل حاجة لأولادنا. بصوا يا حبايبي، هنحط، مش هناخدهم كلهم حتى نص كوباية، كفاية كده. ما خدناش نص كوباية كلها يا جماعة، اقل من نص، دي حاجة بسيطة خالص، لان اللبن الرايب اللي احنا حاطينه بالقشطة بتاعته يعني دسم، فكفاية قوي. بصوا يا حبايبي، احنا خلصنا العجينة، هي طريت مني شوية مع الزبادي والمية. احنا خدنا بالظبط كوبايتين الا ربع مية، كوبايتين الا ربع. احنا خدنا نص كوباية خميرة وكوباية مية، وخدت ايه، ربع كمان. هي فطرت شوية، فعملت ايه، حطيت شعر الدقيق ولميت بيها العجين، ما عملتش اي حاجة بعد الزيت. اما لقيتها طرية شوية، هي دلوقتي كده جميلة جدا اهي. هنسيبها بقى تخمر واوريها لكم بعد ما تخمر. بصوا يا حبايبي العجينة خمرت، نزل بس الخمر شوية. هنجيب بقى شعر الدقيق. بصوا يا حبايبي، هنبطط بس مستطيل كده. هي العجينة طرية شوية بس احنا ايه بنتحكم فيها على قد ما نقدر، هوريها لكم.
بصوا حبايبي احنا بططناها اهي. بصوا هنعمل ايه. انا هعمل واحده واحده على العجينه طريه، بس احنا عايزينها طريه لسه. كل ما تبقى طريه كل ما هتديكي طراوه وتبقى ايه الباتيه طري. هناخد كل واحده لوحدها اهي، مش هتاخد مننا ثواني. براحتكم بقى، عايزين تكتروا بجبنه، جبنه براميلي، او خليها تورق كده دهنه خفيفه زيت خالص. هنحطها بقى في الصينيه. الناس دي كمان اوريها لكم. جبنه دوبل او جبنه براميل، جبنه قريش بالبقدونس بالزعتر بالزيتون. نجرب اهو عشان في ناس هنا بيحبوا بالزيتون. احط اهو مش كتير بس عشان ما تبقاش الحاجه بقى مالحه، لان الجبنه دي حادقه شويه. مش هحط يعني ايه بأمارة كده. وهنقطع صدقوني الكيلو غالي جدا، مش عارفه ليه. شوفوا ابسط تكلفه. خلينا برضو فرشه اهي. لو مش حابين بلاش اهي. هحطها في الصينيه واوريها لكم. بصوا حطينا ورقه زبده مدهونه علشان ايه لحسن يلزق. دي حته عجينه طبعا وقعت اهو. هكمله وهرجع لكم تاني. هكمل دي وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي هي حتى بدأت تخمر اهي. دي معلقه لبن او معلقتين لبن وصفار بيضه، بس ذره فانيليا علشان بس ريحه الزفاره. لو ان حاطين لبن واللبن بيمنع الزفاره، بس ذره فانيليا صغيره كده مش هتأثر في العجينه. على فكره الفرن بيعملوا كده، بيحطوا حبه بركه وذره فانيليا اهي. بدأت تعلى شويه اهي. هنسيبها كمان 10 دقايق وهندخلها الفرن على ما اكمل باقي العجين. هوريكم انا هعمل ايه في باقي العجين، عشان انطلب احفادي طلبوا بقى حاجات غريبه كده فهنعملها. بصوا حبايبي الصلصه اهي انا عاملينها جاهزه في التلاجة. والاطفال بقى اللي عندنا قالوا ايه عايزين وحدتين بيتزا صغننين كده، عملناهم اهو. 3 بيتزات كده صغننين، كل اللي فيهم زيتون بس، مفيش اي حاجه. هنحط شويه موتزاريلا وخلاص اللي عندنا. بصوا حبايبي 3 بيتزات اهم صغننين. وهنعمل بقى كام واحده كرواسون كده بالشوكولاته. يعني العجينه عملنا منها كام صنف. احنا قطعناها اهي وهكمل الباقي هوريكم. بس هنعمل شوكولاته كده اوكي وهنلف اهي. بصوا كرواسون صغنن منمنم زي اطفالنا. هعمل واحده كمان ولا اسهل من كده، ولا اسهل من كده. دي بس نقطه شوكولاته. يلا هكمل الباقي وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي كرواسون صغنن منمنم كده بواقي العجين عشان احفادنا. دي طبعا شوكولاته مفيش حاجه، دي شوكولاته واقعه على المفرش منمنمه صغيره زي الميلتون اللي بيتباع. يا جماعه زي المولت اللي بيتباع.
مش عارفه انا جبت دي منين. حاجات منمنمه صغيره تفرح اولادنا. 6 كوبايات دي عملوا لنا اشكال والوان. هسويه على درجه حراره 180 وهوريهولكم. بصوا يا حبايبي، بصوا انا عايزاكم تشوفوا العجينه فعلا كانت طريه. بصوا شوفوا الطراوه، شوفوا جماعه الجبنه والزيتون فوق الرائع. بصوا شوفوا الطراوه. انا عايزاكم تشوفوا الطراوه. شوفوا ده، شوفوا جماله بيلمع ازاي. ده انا ما رشيتوش ميه يا جماعه، ده بيض لبن فانيليا. شوفوا ولا رشيت ميه بعد ما طلع ولا حاجه، بيلمع ازاي فوق الرائع. شوفوا الطراوه اهي، الشوكولاته اهي ساحت اهي جوه. بصوا الجمال، بصوا الشوكولاته سايحه جوه. ادي البيتزا شوفوا طريه ازاي، شوفوا طريه جدا ازاي. بصوا ال6 كوبايات دي شوفوا عملوا لنا كام شكل، شايفين؟ ده الخبيث ولا كيلو مخبوزات. 6 كوبايات دي طلعوا لنا اكتر من كيلو مخبوزات. ويا ريت تتابعوني يا جماعه، وبالهنا والشفا عليكم. ما تنسونيش في اللايك والشير. باي باي.